في عمارة قديمة في دور عالي كانت في شقة رقمها 9. الشقة دي ما كانتش ملفتة ولا حد كان بيسأل عنها. بابها دايما مقفول ونورها مطفي وكأنها مش موجودة. الغريب إن العمارة كلها كانت عايشة حياة طبيعية إلا الشقة دي. في أوائل الألفينات السكان لاحظوا حاجة غريبة. كل كام أسبوع شخص مختلف يجي يفتح الشقة، يقعد ساعات ويمشي. ولا مرة حد شاف 2 مع بعض، ولا مرة حد سمع صوت. الناس افتكرت في الأول إنها شقة إيجار أو مخزن، بس في مرة الأسانسير وقف والسكان اضطروا يستخدموا السلم. ومن هنا ابتدت الحكاية. ريحة خفيفة مش قوية بس مش طبيعية. بلاغ اتعمل والشرطة طلعت. باب الشقة كان مقفول بإحكام، مفيش حد جوه. لما فتحوه الهدوء كان تقيل. الشقة فاضية، مفيش عفش تقريبا ولا آثار حياة، بس في الحيطان كان في علامات، مش دم ولا عنف واضح، لكن خدوش وأثر محاولات تنظيف. والأغرب في دفتر صغير مرمي في المطبخ. الدفتر ده كان فيه تواريخ وأوقات وأرقام شقق ولا اسم واحد. التحقيقات حاولت تفهم هل الشقة كانت مكان لقاء ولا مكان احتجاز ولا حاجة تانية خالص. السكان اتسألوا وكل واحد قال حاجة مختلفة. مفيش شاهد واحد شاف جريمة، مفيش بلاغ اختفاء مرتبط مباشرة بالشقة. القضية اتقفلت بلا نتيجة. الشقة اتقفلت بالشمع الأحمر والدفتر اتصادر. بعد شهور واحد من السكان قال إنه شاف نور خفيف في الشقة رقم 9. الشرطة رجعت، الشقة كانت مقفولة ولا حد قدر يفسر مين كان هناك. ومن ساعتها السكان بقوا يعدوا على باب الشقة رقم 9 من غير ما يبصوا، لأن في أماكن مش محتاجة تكون فيها جريمة واضحة عشان تخوفك. أحيانا الغموض لوحده كفاية.